اتوقف عند محمد هاني وعند مروان عطيه. طيب يلا. يعني اولا محمد هاني شيكا ده اكتر واحد بتهاجم كتير، اتهاجم وبيتعرض لانتقادات غير طبيعيه سواء على حق او على الباطل. على فكره دي حقيقة. يعني ساعات يبقى وحش يتهاجم، ده وضع طبيعي. ساعات مثلا الفرقه كلها تبقى وحشه وممكن يكون هو احسنهم ويتهاجم برضه واول واحد وما بيتكلمش وبيسكت وبيلعب وبيشتغل. هاني يا ابراهيم الفتره اللي فاتت مستواه مش عايز اقول لك مستواه متصاعد بشكل كبير جدا. النهارده هو اللي بيجيب الجون، او حتى هنقول لو قول جون، ولكن هاني ابتدى يتطور بشكل كبير جدا في النواحي الهجوميه، على طول بيهاجم. النهارده الجون اللي جاي واحده ما بينه وما بين محمد علي بن رمضان اتعملت كويس ودخل صح وعمل كل حاجه صح فيها، خلصت المباراه. النواحي الدفاعيه واقف كويس، اما بيطلب منه الفتره الاخيره من كابتن حسام حسن على سبيل المثال ان هو يجي يلعب مساك، بيأدي وبيبقى احسن واحد في الملعب. فهاني زي ما الناس بتفتكره في الانتقاد وبيفتكروا ان هم ينتقدوه، لازم الناس كلها ما يبقاش مثلا كله بقى باصص على بن شرقي وعلى زيزو وعلى امام وعلى تريزيجيه. أيوة. لا، لازم تبص للعيبه دي. اللعيب الثاني مروان عطيه اتطور برضه بشكل غير طبيعي. الراجل دلوقتي بقى بيلعب لقدام. كنا بنعيب على مروان الفتره اللي جنبه والسهل اللي نرجع الكره لورا، لا دلوقتي على طول الكوره عنده بسرعه. النهارده على طول قاعد عمال يمين شمال شمال يمين، فهو لازم تقول ان مروان عطيه دلوقتي لا يعني مستواه يعني في افضل حالاته بصراحه يعني.